أيها الإخوة، الأرض لنا لمن يعملون فيها. قضينا على الإقطاع، وقضينا على الإقطاعيين، وقضينا على الاستغلال، وقضينا على الاستغلاليين. ولكن أيها الإخوة، وقد وصلنا إلى هذه المرحلة من أحلامنا. يجب على كل فرد منا أن ينظر إلى المستقبل. كل واحد مننا لازم يبص المستقبل ويشوف إيه الأمنية اللي يتمناها. كنا في الماضي كل فرد مننا يعمل لوحده، وكان الفلاح الصغير اللي بيملك قراطين أو 3 قراريط أو 4 قراريط بيشعر إنه خاضع لسيطرة المرابين، ويشعر أيضا إنه خاضع لسيطرة كبار الملاك اللي كانوا بيحاولوا إنهم يحرموه من قطعة الأرض اللي بتتمثل في بضعة قراريط حتى يضموها إلى أرضهم. وكان يشعر أن لا حول له ولا قوة. إن شاء الله أيها الإخوة بنسير ونبني بلدنا ونبني مجتمعنا الاشتراكي الديمقراطي التعاوني. هنعمل كل حاجة بإيدنا، وبنعمل كل حاجة بإيدنا، وهنعتمد على الله وعلى أنفسنا، والله الموفق. والسلام عليكم. أيها المواطنون، يتقدم الآن أصحاب الأرض إلى ناحية المنصة ليتسلموا عقود التمليك من سيادة الرئيس.